عجز. أنت ليش خايف؟ طب أنت ما جربت. طيب ليش ما تقدم؟ أنت ما عندك قدرات. ما طيب أقدم. كل بدايات الناس بدأت بهذه الطريقة، والعناء في الابتداء. لابد أن تقبل ضعف الأداء والتقييمات السيئة في البدايات. لولا هذه البدايات الصغيرة لما كبر الإنسان. طيب نقاط القوة غالبا يعني شوف، الحب والشغف لشيء معين يدل على أنك قوي في هذا الجانب. الأمر الآخر التجارب التي دخلت فيها ونجحت يدل على أيضا وجود نقطة قوة. وفي اختبارات الآن صارت متاحة، يستطيع أي شخص إنه يختبر ويحدد المجال أو المسار الذي يعتبر نقطة قوة بالنسبة له. أنت مشاعرك، فرحتك بالنجاح وهديتك. أنا أعطيك هدية قبل، أعطيك هدية أثناء الامتحانات كتحفيز، أعطيك هدية بعدين، لكن لا أربطها بتحصيل معين. أنا أكافئك، أفرح، أفخر بالجهد الذي تبذله. حتى لو بذلت جهد وأخفقت أنا فخور فيك. الإشكال إحنا نربط قيمتهم بمنجزهم. طيب المفروض أن أجتهد وسوى اللي عليه وما وفق. يزعلني الشاب اللي يجي يقول لك أنا ما راح أذاكر ولا راح. ليش حبيبي؟ القناعة كنز لا يفنى. قنوع الآدم يستخدم القناعات الخايبة علشان يبرر إيش؟ أعماله الخاطئة. يا أخي الحبيب، أنا أقول للشباب دائما خصوصا عندنا في الجامعة، أقول مبدأك قبل البدء إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. لكن اختبرت وجبت العيد. يتخرج الطالب أو الشاب من الجامعة والشابة ويقعد في بيته 4-5 سنوات. طبعا صحيح الوظائف ما هي زي زمان سهلة وكذا، ولكن أنا أعزو هذا لأنه ما في جهد بدني كافي. يعني البعض يجي يقول لك 4 سنوات لك، كم قدمت؟ قال حاولت والله يمكن 15 مرة. طب 15 مرة في 4 سنوات؟ يلي ما تخاف الله. مفترض كل يوم لك إيش؟ لك محاولة. ما تقعدش تحبط نفسك، ما تقعدش تقلل من قيمة نفسك، ما تقعدش تقول أصل أنا مش هعرف، مش هقدر، مش هنجح. لا، استفيد بالوقت اللي انت بتضيعه في السلبية ده وخش نام، لأن انت كده قررت ان انت مش هتنجح ومش هتعرف. فالراجل ما بيرجعش في قراره، فانت كده هتبقى فاشل ومش راجل لو رجعت في كلامك، فخش نام. انتوا كلكم عايزين النجاح بتاع كريستيانو رونالدو. انت ما تقدرش تعيش حياة كريستيانو رونالدو. هو ليه ما فيش لعيبة عربية كتير مشهورة؟ ما بيقدرش يدفع الثمن. احنا عندنا اول لما الشخص بينجح